بيقرأ في قصة فرعون بيلاحظ إن فرعون علمه حاجات كتير أوي. علمه حاجات كتير. علمنا 10 حاجات فرعون. أول حاجة فرعون علمها لنا أن قدر الله نافذ لا محالة. ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما أتى موسى أنت اللي ربيته في بيتك. تاني حاجة أن القلوب بيد الله لا بيد البشر، فعندما حرمت موسى من قلب أمه رقق الله عليه قلب زوجتك. أردت أن تحرمه أمه فأعطاه الله سبحانه وتعالى أما فوق أمه. اتعلمت منك تالت حاجة ليس بإمكان أحد أن يفسد أحد. ففي القصر اللي كنت بتقول فيه أنا ربكم الأعلى كانت زوجتك في الأوضة اللي جنبك بتقول سبحان ربي الأعلى. رابع حاجة اتعلمتها منك إن البيوت أسرار، وبإمكان إن زوج وزوجة يعيشوا تحت سقف واحد بس بيكونوا أغراب، فالذي جمع بين الزوجين ذات القلوب وليس ذات السقف. خامس حاجة اتعلمتها منك إن جيش بحاله يعجز عن رد مؤمن واحد عن إيمانه، فلا الصحراء أرهبها جيشك ولا الماشطة أرهبها الزيت المغلي بتاعك. سادس حاجة اتعلمتها منك إن الدم عمره ما يكون مية، وإن أخت صغيرة عادت طفل إلى أمه لما قالت هل أدلكم، وإن أخ كان نبيلا إلى أن يقول أخي أفصح مني لسانا. علمت منك إن العبيد بيصنعوا الجلايد اللي بيتجلدوا بيها بإيديهم، وإنه لما كانش بإمكانك إن أنت تطلع على ظهرهم كده وتركب إلا إن هم أهماطوا وأناخوا لك. تامن حاجة اتعلمتها منك أن الله تعالى إذا أراد أن ينصر عبدا نصره بعصا لم تكن صالحة من قبل إلا لأن يتكئ عليها ويهش بها على غنمه، وأن الله تعالى إذا أراد أن يهزم عبدا هزمه وإن كان في عقر جيشه. تاسع حاجة اتعلمتها منك أن كل ما في الأرض أسباب تجري للناس ولا تجري على الله، وأن النهر الذي كان من المفترض أن يغرق الأطفال صار ساعي بريد وحمل إليك طفلا كنت أنت اللي بتبحث عنه، وإن البحر الذي لا يعبره إلا السفن عبره موسى وقومه مشيا على الأقدام بعد أن صار طريقا يبسا. 10 حاجة اتعلمتها منك إن كل ما في الأرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار سلاح المعركة، وإن أنت لما كنت جاي بجيشك إن ربنا قادر أن يأتي لك بجيش مثله، لكن أنت كنت أهون على الله من كل ده فأتلك بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. فسبحان الله الواحد القهار.